السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة ان شاء الله مع بعض يا سنة تانية هنحل تدريبات وانشطة الدرس الاول في الوحدة الثالثة، درس الحفريات. يلا بينا نبتدي مع بعض. والنشاط رقم 1 وتحديد مفهوم الحفرية. طبعا احنا عارفين ان الحفريات هي آثار وبقايا كائنات الحية القديمة المحفوظة في الصخور الرسوبية. طبعا قدامي 4 صور، والصور دي طبعا صورة لأثر قدم ديناصور، وصورة لأثر أنفاق ديدان، وصورة بقايا أسنان سمكة القرش، وبقايا جمجمة ديناصور. من خلال الصور دي ما الاسم اللي بتتوقع أن يكون معبر عن الآثار الدالة على نشاط الكائن الحي القديم أثناء حياته؟ يعني نشاط الكائن الحي أثناء حياته ده احنا بنقول عليه ايه؟ هل يا ترى بنقول عليه أثر ولا بنقول عليه بقايا؟ طبعا الإجابة هتكون إننا بنقول عليه أثر. الأثر اللي سابه الكائن الحي أثناء حياته زي ايه مثلا؟ زي أثر قدم ديناصور أو أثر أنفاق الديدان. دي دي آثار سابها أو نشاط الكائن الحي القديم أثناء حياته. طب بقايا الكائن الحي القديم بعد موته احنا بنقول عليها ايه؟ طبعا احنا بنقول عليها البقايا. فهنكتب هنا كده مكان النقط البقايا. البقايا دي زي بقايا أسنان سمكة القرش وبقايا جمجمة الديناصور. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل الملاحظات. دلوقتي بقى هننتقل للاستنتاج. نستنتج ايه من صور الآثار وصور البقايا الموجودة قدامنا في النشاط؟ طبعا بنستنتج من كده ان الحفريات قد تكون أثر، وهي الآثار الدالة على نشاط الكائن الحي أثناء حياته، مثل أثر قدم الديناصور وأثر أنفاق الديدان. أو بقايا، وهي الآثار الدالة على بقايا الكائنات الحية القديمة بعد موتها، مثل أسنان القرش وبقايا جمجمة الديناصور. هو ده اللي بنستنتجه من الصور الموجودة قدامنا وتحديد مفهوم الحفرية. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل النشاط رقم 1. دلوقتي بقى هننتقل للنشاط رقم 2 واللي بعنوان عمل نموذج لقالب. طبعا احنا عشان نعمل نموذج لقالب مفروض اننا يكون عندنا ادوات ومواد زي قالب معدني او قالب من السيليكون، ويكون عندنا زيت طعام وصقل التقليب وجبس ووعاء بلاستيك وماء وفرشة. اللي هنعمله في النشاط ده اننا هندهن السطح الداخلي للقالب بالزيت باستخدام الفرشة، وهنخلط الجبس بالماء في وعاء بلاستيك مع التقليب لعمل خليط متماسك. وكمان هنقوم بملء القالب بالخليط وتركه حتى يتماسك الجبس تماما. بعد كده اخر خطوة اننا هنفصل الجبس عن القالب. طبعا ايه اللي بنلاحظه بعد ان ما بنقوم بفصل الجبس عن القالب؟ ايه اللي بنلاحظه على تفاصيل السطح الخارجي للجبس المتماسك؟ طبعا اللي بنلاحظه هي ان نفس تفاصيل السطح الداخلي للقالب المعدني. يعني تفاصيل السطح الخارجي للجبس المتماسك هي نفس التفاصيل السطح الداخلي للقالب المعدني. هي دي الملاحظة الخاصة بالنشاط رقم 1. أما بقى الاستنتاج، بنستنتج ايه من النشاط ده؟ نشاط عمل نموذج لقالب. طبعا اللي بنستنتجه هو ان بيكون الجبس المتماسك نسخة طبق الأصل للشكل الداخلي للقالب المعدني تعرف بالقالب المصمت. هو ده الاستنتاج الخاص بالنشاط. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل النشاط رقم 2. أما بقى النشاط رقم 3 عمل نموذج لطابع. طبعا احنا عارفين ان الحفريات منها طبعا حفرية كائن كامل او حفرية قالب او حفرية طابع او حفريات متحجرة. فاحنا النشاط اللي هنعمله ده هيكون نموذج لحفرية الطابع. طبعا عشان نعمل حفرية طابع محتاجين اننا يكون عندنا صلصال ملون وصدفة محار. والخطوات اننا هنضع الصدفة على سطح قطعة الصلصال المتساوية ونضغط عليها برفق. بعد كده هننزع الصدفة من على الصلصال. طبعا الملاحظة هنلاحظ ايه بعد ما نعمل النشاط ده او التجربة دي؟ هنلاحظ ان التفاصيل المتكونة على الصلصال هي نفس تفاصيل السطح الخارجي للصدفة. يعني شكل الصدفة من بره هو ده الشكل اللي هيكون على الصلصال. دي الملاحظة يا سنة تانية. اما بقى الاستنتاج، نستنتج ايه من طبعا النشاط ده؟
طبعا النشاط ده بيعرفنا ان بيكون الصلصال نسخة طبق الأصل للشكل الخارجي للصدفة تعرف بالطابع. يعني الصلصال بيكون طابع، هي دي حفرية الطابع بتتم بالشكل ده. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل النشاط رقم 3 في الأنشطة، ودلوقتي بقى هننتقل للتدريب رقم 1. التدريب رقم 1 جايب لي صور، ومفروض ان انا اختار من المصطلحات الآتية، يا اختار كلمة قالب، يا اختار كلمة طابع، يا اختار كلمة أثر، عشان يناسب كل حفرية من الحفريات الموجودة في الصور. أول حفرية معايا هي حفرية سرخسيات، وطبعا الحفرية دي بتكون حفرية طابع. طبعا احنا عارفين ان الحفريات هي بتكون الآثار والبقايا، والحفريات أنواعها حفرية طابع، حفرية قالب، وحفريات متحجرة، وكمان حفرية الكائن الحي. طب الصورة رقم 2 هتكون لحفرية ايه؟ طبعا أنفاق الديدان دي حفرية أثر. أما بقى آخر حفرية معانا وحفرية التراليوبيت، طبعا دي بتكون حفرية قالب. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل التدريب رقم 1. أما بقى النشاط رقم 4 واللي بعنوان وصف الأخشاب المتحجرة. طبعا الملاحظة الخاصة بالنشاط ده، هل بتعتبر هذه الأشجار صخور أم حفريات؟ طبعا الإجابة هتكون إنها حفريات. طب ليه بنعتبر الأشجار المتحجرة دي من الحفريات ومش من الصخور، مع إن طبعا الأخشاب دي اتكونت من أكتر من 35 مليون سنة نتيجة إحلال مادة السيليكا، دي أحد معادن الرواسب الصخرية، حلت محل جذوع وسيقان الأشجار محل الأخشاب. طبعا أنا بعتبر إن الأشجار دي حفريات، ده لأنها بتدل على تفاصيل حياة نبات قديم. هي دي إجابة الملاحظة، لأنها بتدل على تفاصيل حياة نبات قديم. أما بقى عن الاستنتاج، فطبعا بنستنتج من الأخشاب المتحجرة. تكونت الأخشاب المتحجرة منذ أكثر من 35 مليون سنة نتيجة إحلال مادة السيليكا، أحد معادن الرواسب الصخرية التي دفنت بها جذوع وسيقان الأشجار محل مادة الخشب الأشجار، المادة العضوية جزء بجزء. هو ده الاستنتاج الخاص بالنشاط رقم 4. دلوقتي يلا بينا ننتقل لحل التدريب رقم 2. التدريب رقم 2 بعنوان كيف يمكنك الاستدلال من وجود حفريات المرجان في منطقة ما على مناخها القديم. طبعا الحفرية بتدل على المناخ وكمان البيئة اللي اتكونت فيها، ومادام وجدت حفرية مرجان معنى كده ان كان المناخ او البيئة الموجودة فيها هي منطقة بحار دافئة صافية ضحلة. هي دي إجابة التدريب رقم 2. أما بقى التدريب رقم 3 عايزني أرتب الحفريات الآتية من حيث الظهور على مسرح الحياة. طبعا الترتيب هيكون أول حفرية معانا طبعا الحفرية رقم 1 هي حفرية التريالوبيت، وطبعا الحفرية دي هي أول حفرية من حيث الظهور على مسرح الحياة، لأنها من اللافقاريات اللي ظهرت في البحار. طبعا اللافقاريات ظهرت قبل الفقاريات. بعدها طبعا حفرية رقم 2 هي حفرية طابع سمكة، وده لأن طبعا الأسماك أول ما ظهر من الفقاريات، يبقى اللافقاريات ظهرت الأول بعدها الفقاريات ظهرت. بعد كده طبعا الحفرية رقم 3 هتبقى حفرية الأركيوبريتكس، وطبعا الحفرية دي بتمثل حلقة وصل ما بين الزواحف والطيور واللي ظهرت بعد الأسماك. أما بقى آخر ورابع حاجة معانا هي حفرية الماموث، وطبعا الحفرية دي من الثدييات اللي ظهرت بعد الزواحف. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل التدريب رقم 3، وكمان انتهينا من حل الأنشطة. تعالوا بينا بقى ننتقل لحل التدريبات وتدريبات الدرس الأول. والسؤال الأول بعنوان اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية. العبارة رقم 1: حفريات لكائنات حية قديمة عاشت في مدى زمني قصير ومدى جغرافي واسع ثم انقرضت. طبعا المصطلح العلمي هيكون الحفريات المرشدة. هي دي
الحفريات لكائنات حية قديمة عاشت في مدى زمني قصير ومدى جغرافي واسع ثم انقرضت الحفريات المرشدة. أما بقى العبارة رقم 2، إحلال مادة أخشاب الأشجار بمادة السيليكا جزء بجزء مكونة أخشاب متحجرة. طبعا المصطلح هيكون التحجر، هو ده المصطلح العلمي. أما بقى العبارة رقم 3، آثار وبقايا الكائنات الحية القديمة المحفوظة في الصخور الرسوبية. طبعا مادام قرأنا كلمة آثار وبقايا يبقى معنى كده إنه يقصد الحفريات، فهنكتب هنا كده الحفريات هو ده المصطلح العلمي. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الأول. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني واللي بعنوان أكمل العبارات التالية بما يناسبها. العبارة رقم 1، بيمثل الأركيوبتريكس حلقة وصل بين نقط ونقط. طبعا حفرية الأركيوبتريكس دي حلقة وصل ما بين الزواحف والطيور، فهنكتب هنا كده مكان النقط الزواحف والطيور. طبعا الزواحف ظهرت قبل الطيور. أما بقى العبارة رقم 2، بتستخدم الحفريات في التعرف على وجود نقط وتحديد عمر نقط. طبعا هي بتستخدم في التعرف على وجود البترول عشان نعرف المكان ده فيه بترول ولا لأ، وكمان تحديد عمر الصخور الرسوبية، فهنكتب هنا كده مكان النقط الصخور الرسوبية. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاني، ودلوقتي بقى هننتقل للسؤال التالت واللي بعنوان اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. العبارة رقم 1، من أمثلة الحفريات الدقيقة الماموس ولا السرخسيات ولا الفورامينيفيرا ولا الأركيوبتريكس. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون الفورامينيفيرا، فهي دي من أمثلة الحفريات الدقيقة. أما بقى العبارة رقم 2، بتوجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة في نقط الأمونيت ولا الكهرمان ولا الصخور النارية ولا العنبر. طبعا الإجابة الصحيحة هي إن في حفريات كاملة لحشرات بتكون محفوظة طبعا في الكهرمان. والكهرمان ده كان في الأصل عبارة عن مادة صمغية كده كانت بتفرزها أشجار الصنوبرية. طبعا المادة الصمغية دي مع مرور الزمن تحولت إلى مادة عرفت بالكهرمان. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث. دلوقتي بقى ننتقل للسؤال الرابع واللي بعنوان اذكر أهمية كل مما يلي. عايزني أذكر أهمية حفرية المرجان وكمان حفرية النيمولايت. طبعا أول حاجة أهمية المرجان، طبعا إن وجودها في مكان بيدل إن البيئة المعاصرة لتكونها كانت بحار دافئة صافية ضحلة. أما بقى حفرية النيموليت فطبعا أهميتها إن وجودها في صخور الأحجار الجيرية بجبل المقطم بيدل على أن هذه المنطقة كانت قاع بحر منذ أكثر من 35 مليون سنة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الرابع، ودلوقتي بقى هننتقل للسؤال الخامس. السؤال الخامس، ما الفرق بين كل مما يأتي؟ ألف، عايز الفرق ما بين الطابع وما بين الأثر. طبعا هنكتب تعريف كل حاجة فيهم وهنقول كمان مثال عليها. أول حاجة الطابع هو عبارة عن، طبعا الفرق ما بين الطابع والأثر، أول حاجة إن الطابع ده نسخة طبق الأصل للتفاصيل الخارجية لهيكل كائن حي قديم تركها بعد موته في الصخور الرسوبية زي حفرية طابع السمكة مثلا. أما بقى الأثر فهي الآثار الدالة على نشاط الكائنات الحية أثناء حياتها زي حفرية أثر قدم الديناصور. أما بقى الفرق ما بين الطابع والقالب، فالطابع ده عبارة عن نسخة طبق الأصل من التفاصيل الخارجية لهيكل كائن حي قديم تركها بعد موته في الصخور الرسوبية. أما القالب فهو نسخة طبق الأصل من التفاصيل الداخلية لهيكل كائن حي قديم تركها بعد موته في الصخور الرسوبية. يعني القالب والطابع زي بعض بالظبط، بس الفرق إن الطابع بيركز أو بينسخ التفاصيل الخارجية، أما القالب بينسخ التفاصيل الداخلية. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الخامس، ودلوقتي بقى هننتقل للسؤال السادس اللي بعنوان علل لما يأتي.
العبارة رقم 1: علل تسمية منطقة الغابات المتحجرة بجبل الخشب. ليه بنقول على الغابات المتحجرة جبل الخشب؟ طبعا الإجابة هتكون لاحتوائها على أخشاب متحجرة بتشبه الصخور. هي دي إجابة العبارة رقم 1. أما بقى العبارة رقم 2: على الجبل المقطم كان جزء من قاع بحر منذ أكثر من 35 مليون سنة. طبعا الإجابة هتكون لوجود حفريات النيموليت في صخور أحجاره الجيرية وعمرها أكتر من 35 مليون سنة. هي دي إجابة العبارة رقم 2 في السؤال علل. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال السادس. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال السابع. السؤال السابع بعنوان: اذكر نوع واسم كل حفرية من الحفريات الموضحة بالأشكال التالية. أول حاجة معانا دي طبعا حفرية كائن حي بنقول عليها أو اسمها حفرية الكهرمان. أما بقى الحفرية اللي بعدها فطبعا دي نوعها حفرية بقايا، وهي بقايا جمجمة ديناصور. الحفرية اللي بعدها فطبعا حفرية نوعها حفرية أثر، وهي عبارة عن أثر قدم الديناصور. أما بقى الحفرية اللي بعدها فنوعها حفرية قالب مصمت، وطبعا دي حفرية الأمونيت. وبعدها طبعا حفرية أثر أنفاق الديدان. أما بقى الحفرية اللي بعدها فدي حفرية طابع، وحفرية طابع صدفة. أما بقى السؤال الثامن بعنوان: اذكر شروط حفظ الحفريات. طبعا عشان أحفظ الحفريات مفروض في مجموعة من الشروط، والشروط دي هي: دفن الكائن الحي سريعا بمجرد موته في وسط بيحافظ عليه من التحلل، وكمان توافر وسط مناسب بتحل فيه المادة المعدنية محل المادة العضوية للكائن الحي. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثامن. ودلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاسع والأخير، واللي بيقول: يشد حذاءك الجلدي عند صناعته على قالب من الخشب بيشبه شكل القدم. اذكر أكبر عدد ممكن من القوالب المستخدمة حولك في الأغراض المختلفة. يعني هم قصدهم زي ما في قالب كده بيتعامل حواليه الحذاء الخاص بيك، ايه تاني القوالب الموجودة في حياتك؟ طبعا قالب الثلج ده من القوالب، وكمان قالب الكيك من القوالب اللي بنستخدمها في حياتنا وموجودة حوالينا. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاسع والأخير في تدريبات الدرس الأول من الوحدة الثالثة درس الحفريات. بتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم يا سنة تانية، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم.